السلام عليكم متابعينا، اهلا بيكم في حلقه جديده من منوعات دينا، ولسه مكملين سلسله الامثال الشعبيه المصريه المشهوره. طبعا في ناس كتيره بتقول يعني ايه امثال. الامثال يا جماعه ان هي حكم ومواعظ احنا تورثناها من اجدادنا، وان الامثال دي سبحانك يا رب تبقى موجوده في حياتنا. والمثل الشعبي اللي انا بقوله ده، اللي انا هقوله النهارده، بيقول لك اللي يقول لمراته يا عوره الناس تلعب بيها الكوره، واللي يقول لمراته يا هانم الناس تستقبل على السلالم. طبعا ده المثل ده موجود في يعني موجود يعني مش عايزه اقول في كل البيوت، بس معظمه موجود في البيوت. انت لما بترفع نفسك، لما ترفع مراتك بترفع نفسك، ولما تقل منها بتقل من نفسك. فخليكم معايا لاخر فيديو عشان نعرف ايه اصل الحكايه واحنا جبنا المثل ده منين. اصل الحكايه بيرجع ان كان فيه راجل سليط اللسان، دايما كان بيقل من مراته، ومراته دي مش عاجباه. دايما يقعد مع الناس يقعد يقول مساوئها ما بيقولش عيوبها، لدرجه ان هو ما كفوش ان هو يتكلم عنها بكلام سوء، لا ده كمان كان بيشتمها قدام الراحه واللي جاي. الناس اتعودت على كده، بدأوا ان هم كمان يشتموها، هي هتيجي عليهم هم كمان. فالمهم في يوم من الايام كالعاده الراجل اللي كان سليط اللسان يقعد يقل منها قدام الناس اللي ماشيين، الناس بتتفرج عليهم. جه بقى ايه ألد اعدائه، يسكت لا ما يسكتش، بدأ ان هو كمان يشتم مراته. فجه بقى الزوج يقول ايه ده، انا مراتي ما تتشتمش. فراح بقى يضرب ألد اعدائه. فالزوجه بدأت ان هي تحلق ما بينهم وقالت له انت اللي غلطان، ما هو اللي يقول لمراته يا عوره الناس تلعب بيها الكوره. الموضوع بدأ ينتشر في القريه، كل واحد بقى يحترم مراته عشان ما يقلش منها. اصل لما بيقل منها هو كمان بيتقل عشان مراتك منك. المهم بقى ايه، بدأوا يقولوا ايه اللي يقول لمراته يا هانم الناس تستقبلها على السلالم. بس كده.